الله والصلاة والسلام على رسول الله. باش نحكيو على المباراة الودية اللي جمعت الترجي الرياضي التونسي بالحزم السعودي. كما نعرفوا مباراة هذه اللي توريك مدى الاستعدادات اللي وصلنا لها في الفريق هذه، اللي توريك معناتها تخلي الفريق يلعب في نسق عالي، في نسق محترم. نعرفوا الحزم السعودي فريق ممتاز، فريق عنده ترسانة من اللاعبين الممتازين، عمل صفقات صراحة محترمة جدا. ونعرفوا اللي الفرق السعودية معناتها ما شاء الله عندهم ميزانيات ضخمة. حتى راهو الفرق اللي تلعب في أسفل ترتيب دوري روشن، يعني الدوري تاعهم الأول أعرف، راهو فرق قوية كلها، وكلها فرق محترمة، خاطر دوري قوي بصراحة، وعندهم عدة استثمارات. هذاك علاش مباراة اليوم، سامحوني، مباراة البارح بين الترجي والحزم السعودي خلتنا نجموا نقفوا على بعض الحقائق معناتها اكيد في الفريق، حاجه باهيه برشا. دونك باش نحكيو على بعض التفاصيل تاع المباراه. دونك نتيجة المباراة انتهت 2-2. قبل ما نكملوا نحكيو على المباراة وعلى تفاصيلها، ما تنساش اكيد اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وصلي على رسول الله، هذه اهم حاجة اكيد. دونك باش نحكيو زاد على بعض الحاجات الاخرى بعد ما نحكيو على المباراة الودية هذه. نبداو الزوز اهداف سجلهم من طرف الترجي الرياضي التونسي متوسط الميدان المتألق حمزة رفيعة، اللاعب اللي قاعد يقدم في أداء محترم جدا، واللي كان اجتماع مع المدرب ريجي كامب قبل المباراة بيوم، معناتها اجتماع مع المدرب، وريجي كامب قال له راك انت اللي باش تقود وسط ميدان الترجي في الموسم القادم، وراو الترجي باش يعمل عليك. دونك عطاه الثقة الكاملة، ولاعب صراحة ما شاء الله عليه مجتهد. لاعب صراحة نتمنى انه يكون هو قائد الفريق في الموسم القادم. اكثر واحد شخصيا حسب رايي، ما نعرفش اذا انتم عندكم راي اخر قولوا لي، راه انه يكون افضل قائد للفريق بصراحه. حتى في الكلام يعرف يتكلم مليح. دونك بالنسبه لبقيه اللاعبين ما عنديش برشا تفاصيل صراحه معناتها في بالي، او باش نعطيكم التشكيله الاساسيه ديجا اللي هبطتها الترجي الرياضي التونسي، اللي بديت بها في المباراه الوديه هذه. في حراسة المرمى عنا أمان الله مميش، في في الدفاع عنا دراجر، جلاسي، شيخاوي، فاسيلي كظهير أيسر أخذ فرصته في الشوط الأولاني. في وسط الميدان جنيشي، كوناتي، رفيعة. ورفيعة هو كان قائد الفريق في هذه المباراة، وهذه ملاحظة مهمة جدا. الحاج محمود، أيضا عنا مايل ودانو. دونك الترجي الرياضي التونسي كما قلنا نعاود نذكر سجل زوز أهداف مقابل هدفين للحزم السعودي أيضا، دونك تعادل. زوز أهداف قلنا سجلهم حمزة رفيع، اللي هو أصبح قائد الفريق الجديد حاليا، واللي قلت إن شاء الله يكمل هو في قيادة الفريق متاعنا. دونك زاد الترجي باش نحكيو على مفاوضاته مع لاعب جديد، حاجة ممتازة جدا. فما لاعب أنا تو مش باش نذكر اسمه، ومانيش باش نهبط عليه توا حتى شيء الا وقت اللي تتاكد الامور 100%، وقت اللي يصحح اللعب، او على الاقل تحسم الامور، باش هكاك من فسدوش الصفقة. ونطلب من كل صفحة ومن كل واحد معناتها يهبط على اخبار الترجي انه يأجل الخبر، حتى اللي عنده الاسم بخلافي انا اللي عنده الاسم زادة ان شاء الله يأجلوا في الخبر هذايا. دونك لمصلحة الترجي اكيد. دونك لاعب هذايا ممتاز جدا. الصحف المغربية فما البعض منها ما همش معناتها الكل، البعض منهم هبطوا انه بصفة رسمية الترجي في مفاوضات متقدمة جدا مع هذا اللاعب. صراحة لاعب عنده مرونة تكتيكية كبيرة برشا، تفرجت فيه واستمتعت بالمشاهدة تاع اللاعب هذايا. بالرسمي كان باش يصحح ينسينا حتى في البلايلي، معناتها هاو باش نقولها معناتها بكل صراحة، ان شاء الله ربي يسهل فيه. وافضل حتى من سفيان بوفال من الاخر، معناتها نعطيكم صحيح المرونه التكتيكيه اش معناتها، برشا ما يفهموش ربما شنو نقصد بالكلام هذايا. نقصد انه يلعب في ثلاثه مراكز، يلعب الجناح الايمن يعني حتى يعوض لك لوكاس ريبيرو، ويلعب
كصانع ألعاب ويلعب زادا كجناح أيسر. معناتها 3 بلايص هذوما اللاعب هذا وين تحطوا فيهم يلعب. تقول لي أنت شنية مركزه الأساسي بالضبط؟ نقول لك زوز اللي هما جناح أيمن وأيضا صانع ألعاب. وكما قلت لكم ينجم يلعب كجناح أيسر زادا. معناتها عنده مرونة تكتيكية ما شاء الله عالية جدا، لاعب مهاري بامتياز، يراوغ لك 3 و4 لاعبين ما عندوش مشكلة. الكنترول تاعو بسم الله ما شاء الله تساعة باش تفهم ملاعبي كوارجي والا ليه باش تفهم شنو اموره في الكورة. شوف طريقة الكنترول نتاعو، بالاخص كيف تجيه كورة صعيبة وتبدا كورة سامحوني عالية برشا من الدفاع للهجوم. ساعات انا تفرجت فيه حتى ديفونسور كيف يسقف له كورة هكايا يوزع له كورة تبدا عالية جدا، كيفاش يعمل كنترول وفي نفس الوقت يبداو زوز لاعبين باش يفكوا له ويعمل هكا ويجبد بهم ويلقى روحه راس مع الجول، ولا يلقى روحه يعمل توزيعات مليمترية دقيقة جدا. عنده توزيعات معناتها بصراحة شيء ما شاء الله، شيء من وراء الخيال. عنده ايضا لكي باس، كيفاش يبدا في وسط الميدان معناتها اللاعب هذايا ويعطيهم ساعتها كالتخريجة يخرجوا راس مع الجول، يخرج راس الحربة بالضبط مع الجول. منهم لقطة تفرجت فيها ما شاء الله، كان كما نقولوا نحن في الشيرة الدفاعية كيف أعطاه توزيعة خرج اللاعب وحده، يعني عبارة بالكرة هذيك فسخ 6 لاعبين كاملين. نجموا تو من غير ما نعطيكم الاسم ومن غير ما نحكي فيه الموضوع هذا إلا ما تكون الامور الرسميه، وان شاء الله بركه ما يخذلوناش بقيه الصفحات ويمشوا يهبطوا وترسلنا اوبليجي علينا وقتها انه نحل لكم الكتاب على هاللاعب هذا ونحكي لكم عليه اكثر. وان شاء الله الامور تتم معاه، خاطر ما زالت راي الامور ما تمتش وما زالت التصحيحه ما تصحتش مع هاللاعب هذا. كما قلنا الاتفاق في امتار متقدمه جدا مع اللاعب هذا، ان شاء الله ربي يسهل. بخصوص خيسوس وريبيرو والتفاصيل تاع اللاعبين هذوما هبط لكم فيديو نجموا زادا تشوفوه وكذا، وزادا من بعدها ان شاء الله انتظرونا في فيديو اخر كيف تكون الامور مريقلة تاع ريبيرو. وقتها نهبط ان شاء الله فرد مرة، ما نقعدش كل واحد نهبط عليه وحده كذا باش ما تفدوش زاد انتوما. دونك باش قبل ما نختم هالحلقة هذية فما تعليق باش نجاوب عليه. دونك كما وعدتكم فما فقرة من التعليقات، هذاك علاش اي واحد عنده سؤال مهم ولا حاجة نجم تفيد الجميع زادا يخليها في الكومنتات، وانا اكيد كيف نرى حاجة مهمة برشا دونك نهبطها كيف ما خونا اللي يسألنا السؤال هذايا او عطانا نقاش دونك هاو باش نجاوبه. السؤال متاعو خونا قال لي خويا حسب ما نشوف زايد اللي الترجي تشري مدافع اخر، خاطر راك نسيت مدافع مستقبل سليمان اللي باش يفاجئنا بامكانياته. بصراحة خروج بالكرة حشتنا بيه من الوسط ونستنى وعندك رفيعة وخيسوس والشيخاوي وجلاسي زوز باهين. راو انتداب مدافع اخر اجنبي ولا تونسي خساير فلوس وتقديس به. اول حاجة مشكور اخويا على التعليق الممتاز جدا اللي يخليكم تستفادوا ونستفاد انا بيدي معاكم معناتها خاطر نستفادوا من بعضنا بريتو. دونك انا حكيت قلت لازم في الانتدابات يكون سواء في الميركاتو الصيفي او كان ما خلطناش في الشتوي، قلت لازم نحاولوا نعزوا الفريق بمدافع يعرف يخرج بالكرة. علاش؟ لانه حسب معناتها الفيزيون تاعي انا بيان سور ورايي الشخصي هذايا ما نعرفش نجم نكون غلط راهو، قلت انه جلاسي وايضا الشيخاوي وايضا الصحراوي وقلت معناتها اللي عنا هذوما معناتها هما ممتازين جدا في الناحية الدفاعية، لكن تنقصهم حاجة برك الكلهم تنقصهم حاجة اللي هي الخروج بالكرة. يعني عبارة المدافع كيف ما توجاي كيف ما مريح، قبل كان عنا توجاي مريح بأغلاطهم بالدنيا كل يعرفوا يخرجوا مليح بالكرة، يعرف يخرج لك كرة نظيفة وكيفاش الكرة تخرج سلسة من ساقيه من الدفاع للهجوم، سامحوني من الدفاع للوسط الميدان. لأنه
الفريق بكله منظومة حسب رأيي. الفريق بكله منظومة، يعني يبدأ من حراسة المرمى، الجول كيف يبدأ يعرف يلعب بساقية مليح. تو في الكرة العصرية ساعات الجول تجيه فرصة تاع انه بيده، سواء بيده ولا بساقه، يلزم يعطي تخريجة يخرج بها الجوار راس راس كي تكون سامحة الفرصة، اكيد في كونتر. وهذا شفناه في حراس كيما على راسهم تيبو كورتوا حارس العالمي الممتاز. دونك وكما قلت لكم لازمنا لاعب في قيمة توغاي في طريقة تخريج الكرة. بالنسبة للاعب مستقبل سليمان راني ما نسيتوش أول حاجة، واللاعب هذا مع الترجي قاعد يخضع الاختبار، وقاعد يشارك من وقت إلى آخر في المباريات الودية، وريجي كامب قاعد يعطي فيه في فرصة باش يشوف مدى الجاهزية نتاعو، باش نعرفوا اسكو باش نخليوه والا باش نبعثوه إعارة والا مش عارف شنو. دونك هاني جاوبتك على السؤال هذا حسب رأيي. لو عنا بلاصة لانتداب اخر بعد ما نكملوا الصفقات، بعد ما نكملوا الريبيرو وموضوع البليلي ومعوض البليلي، وايضا الظهير الايسر كان قاعدة بلاصة، نزيدو نجيبو بالنسبة لي مدافع قلب دفاع، يعني يعرف يخرج مليح بالكرة وفي قيمة محمد امين توغاي. لو ما قعدتش بلاصة تاع انتداب والا ما نعرفش امور ماديه ولا موضوع، ناجلوها للميركاتو الشتوي لو ايضا احتاجينا للموضوع هذا، او لو احتاجنا سامحوني للنقطة هذه وللموضوع هذا. خاطر زاد مهم انه يكون عندك لاعب يعرف يخرج بالكرة باش يسرح اللعبة، وخاصة كي تلعب كونتر سان داونز، كونتر الاهلي، كونتر بيراميدز، اكيبات كبيرة، لازم تكون عندك لاعبين رزان. انت علاش قبل كانت الترجي بالمدربين الفاشلين السابقين، بالإدارة السابقة الفاشلة، معناتها بالفشل الذريع اللي كان السابق موجود، رغم هذا تلقى الترجي نصف نهائي والا نهائي ولا ربع نهائي اقل القليل، وتقارع في الكبار. علاش؟ على خاطر عندها مدافعين في قيمة محمد أمين توغاي، وأيضا مريح كي كان في أوج العطاء تاعو قبل ما يجيه قبل ما تجيه الإصابات الخطيرة، وقبل معناتها ما يتيح في الأداء متاعو معناها. دونك هذا رأي، انتم اعطيونا زاد رأيكم، أكيد رأيكم مهم جدا، نستفاد زاد منكم ديما ونقرأ كل تعليقاتكم. صلي على رسول الله، ما تنساش اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس توصلك كل أخبار الترجي الرياضي التونسي. في الأمان، بسلامة.